بعد ما ضرب ليبيا إعصار دانيال القادم من اليونان. الإعصار وصل مطروح، وبنحب نطمن أهلنا في مصر. ونوريهم دلوقتي لقطات من اسكندرية يوم الاثنين اللي هو النهاردة 11 سبتمبر 2023، علشان الناس اللي بتنشر صور وفيديوهات قديمة وبيقولوا للناس ان ده الاعصار في مصر وبيرهبوا الناس وبيخوفونا. يا رب يطمنا جميعا كلنا على اهلنا والعرب كلهم اجمعين يا رب العالمين، والمسلمين في مصر والعرب كلهم يا رب يطمنا جميعا يا رب. والحمد لله باذن الله وبمشيئة الله الاعصار يعتبر عدى يعني عدى من الخطوره بتاعته ان شاء الله باذن الله. ودي كانت النهارده بالنهار اللقطات دي من مطروح، شواطئ في مطروح زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الشواطئ فاضيه جدا لان الناس كانت خايفه وفي احتماليه ان يكون في اعصار او تهب رياح او الكلام ده كله، فالشواطئ فاضيه زي ما حضراتكم شايفين في مطروح. لكن الحمد لله هي غيوم بس. ودي شواطئ اسكندريه طبعا برضو ما فيش يعني المصيفين بقى ونزول البحر والكلام ده كله يعتبر يعني شبه ممنوع، علشان زي ما حضراتكم شايفين الغيوم لان ممكن تهب رياح في اي وقت. وده شكل الاعصار اللي حصل في ليبيا. شوف السيول كانت عامله ازاي، وسد درنا اللي اتكسر واتهدم بسبب السيول. زود الميه والامطار، يعني شوف الامطار مع الميه الاثنين، كان الارتفاع الميه حوالي 2 متر وغطى بيوت ومنازل وجرى في سيارات، ويعني بصراحه تسبب في خسائر كتيره جدا لناس كتيره جدا. ربنا يحفظنا جميعا يا رب العالمين، ربنا يحفظنا جميعا يا رب العالمين، يحفظ الجميع ويحفظ العرب والمسلمين في كل مكان وفي شتى بقاع الارض يا رب ان شاء الله. طبعا الزلازل، ويعني برضو كنا عاملين الفيديو اللي قبل اللي فات على زلزال المغرب، والزلازل والاعاصير والحاجات دي كترت قوي. احنا دلوقتي في اعصار واحنا في الصيف، يعني دي حاجات حاله شاذه جدا وحاله غريبه ما بتحصلش غير كل كام سنه. يا رب يلطف بينا يا رب، ادعوا ربنا كتير وقربوا من ربنا كتير، وان شاء الله ربنا يلطف بينا ويسترها معانا ويحفظنا ويحفظ مصر. انا عملت الفيديو ده علشان اطمن المصريين. ودي اسكندريه يا جماعه، دي اسكندريه. الناس اللي بتقول ده في اسكندريه وفي مطروح خسائر وفي حاجات وبينشروا فيديوهات مش حقيقيه، دي اسكندريه يا جماعه هي. وطبعا كلنا كنا لامسين، ودي مطروح، كنا لامسين الغيوم اللي حاصل في مصر كله. يعني الغيوم كان في مصر كلها حتى في القاهره، والحمد لله عدت على خير يا رب ان شاء الله. ربنا يلطف بنا جميعا في كل وقت يا رب ان شاء الله. بنطلب من حضراتكم دعم القناه بالاشتراك والاعجاب بالفيديو، وان شاء الله يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.